هنتكلم عن الدايناميك بروجرامينج. تعالوا دلوقتي بس نفكس للدايناميك بروجرامينج وناخد مسألة ونشوف ايه هي المشكلة عشان نعرف الدايناميك بروجرامينج جه من فين. طيب في الأول احنا لو هناخد مسألة الفايبوناشي احنا عارفين فايبوناشي صفر بصفر والفايبوناشي الواحد بواحد وهكذا فايبوناشي الان ان ناقص واحد وان زائد ان ناقص اتنين. طيب تعالوا دلوقتي نحل المسألة. أول حاجة ريكيرجن وبعد كده نشوف ازاي هنوصل للدايناميك بروجرامينج. تعال نتخيل مثلا لو الان بتاعتنا مثلا كان هو بيدور على الان مثلا بخمسة. طيب أول حاجة تعال نحلها ريكيرجن. احنا متفقين اللي احنا في الريكيرجن أول حاجة احنا بنبدأ نعملها ايه بالظبط؟ نرسم التري. طيب يبقى أول حاجة هنبدأ نرسم الخمسة، هنبدأ نرسم التري لحد ما نوصل فين بالظبط؟ لحد ما نوصل للبيس كيس وهنوقف. طيب تعال نشوف الاستراكشر بتاع التري هيكون ازاي. لو هنا الان يبقى على ايده الشمال ان ناقص واحد وعلى ايده اليمين ان ناقص اتنين. طبعا لازم يكون عندك انت حاجة ثابتة، مش انت مرة تخليها ان ناقص واحد وبعد كده ان ناقص اتنين في نفس المكان، لا لازم يكون عندك حاجة ثابتة. طيب خمسة يبقى هتروح هتروح للأربعة، بعديها هنا هتروح للتلاتة. هل الأربعة دي بسكيس؟ لا. طب كمل، يبقى هتروح للتلاتة بعديها هتروح للاتنين. طيب كمل، هل التلاتة بسكيس؟ لا. يبقى كمل، يبقى هتروح للاتنين وبعديها دي هتروح كام؟ للواحد. هل الاتنين بسكيس؟ لا. طب يبقى كمل، يبقى هتروح للواحد وكمان هتروح لمين؟ للصفر. هل الواحد بسكيس؟ يبقى وقف. هل الصفر بسكيس؟ يبقى وقف. طب الواحد دي بيس كيس؟ يبقى وقف، مش هتخلص، مش هتعمل فروع تاني. الاتنين بيس كيس؟ لا. يبقى هتروح للواحد وهتروح للصفر. زي الفل. التلاتة بيس كيس؟ لأ. يبقى طلع الفروع بتاعتها. الإجابة بتاعتها كده اتنين وهنا واحد. طيب هل الاتنين بيس كيس؟ لأ. يبقى اطلع تاني بفروع، يبقى هتروح بواحد وصفر. هل الواحد بيس كيس؟ صفر بيس كيس؟ الواحد بيس كيس؟ أيوه. يبقى خلاص كده أنت رسمت التري. طيب زي الفل. طبعا احنا هنا لو كتبنا كود الريكيرجن بغض النظر عن كود الريكيرجن ايه اللي هيحصل فيه، بس تعال نركز اكتر في التري. هنا لو ركزنا اكتر في التري هنلاقي ايه؟ تعال نشوف. هنطلع هنا حاجه معينه. شايفين الفرع بتاع الاتنين ده اتكرر كم مره؟ اتكرر هنا واتكرر هنا ويتكرر هنا. طب لو انت دلوقتي حليته ريكيرجن يبقى معنى كده ايه بالظبط؟ هتحسبه 3 مرات. طب هل ده منطقي انك انت تحسبه 3 مرات؟ يعني انت لو هنا حسبته بمره هيكون مختلف عن هنا، هيكون مختلف من هنا؟ لا، ما هو نفس الاستراكشر. طيب كمان تاني لو انت بصيت على التلاتة، هي ادي التلاتة موجودة هنا، هي هنا. لو انت حسبتها هنا هتختلف عن هنا؟ لا. طب طالما انت بتعمل كده بتحسب اكتر من حاجه اتكررت اكتر من مره، يبقى بالظبط يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ اوبريشن انت اصلا في غنى عنها. يبقى من ساعتها هتبدا تاخد ايه بالظبط؟ هتاخد التايم. طيب يبقى ايه بقى اللي احنا هنبدا نحل التايم ده ازاي؟ جه بقى الدايناميك بروجرامنج. بيقول لك ايه بقى في الدايناميك بروجرامنج؟ بيقول لك طالما انت الفرع ده انت حليته قبل كده ملهوش لازمه انك انت تيجي تحله تاني. يعني احنا هنا دلوقتي حلينا التلاته، فاول لما يجي هنا عند التلاتة تاني لا، هيلغي الفروع دي كلها، مش هيطلع فروع تاني. هيروح عند التلاتة. هل انا جاوبت على التلاتة قبل كده؟ جاوبت على التلاتة، خلاص يبقى التلاتة مش هتطلع فروع. مش لهوش لازمة انك انت تطلع فروع تاني. طب لو هو راح عند الاتنين هيسأل نفسه سؤال، هل الاتنين انا جاوبتها قبل كده؟ الاتنين جاوبتها من هنا، يبقى خلاص الاتنين ايه ملهاش لازمه اللي هي تطلع تاني ايه فروع. طبعا احنا عارفين في الريكيرجن او في التري بيبقى ماشي ايه من الشمال، وبعد ما بيخلص بيبدا ايه يروح للفروع وهكذا، يروح للفروع وهكذا، يروح للفروع وهكذا. فعلشان كده اول حاجه ظهرت لنا الاتنين، فتاني مره هتظهر الاتنين في المكان ده. طيب تعالوا دلوقتي نبدا نحل الكود ريكيرجن، وبعد كده هنبدأ نشوف ازاي الدي بي بيحصل في الكلام ده. ازاي هو لما يجي هنا يسأل نفسه سؤال، هل انا جاوبتك عليه قبل كده ولا ما جاوبتكش؟ طيب لو احنا هنا جينا حلينا الريكيرجن، اول حاجة انت هتدخل له النمبر بتاعك وبعديها انت هيكون عندك الريكيرجن. تمام. اول حاجة ان ايه هي البيس كيس بتاعتك في الريكيرجن بالظبط؟ احنا متفقين اول حاجة بنكتبها في الريكيرجن تكتب البيس كيس. طب يبقى لو الان بتاعتك بصفر يبقى ساعتها القيمة بتاعتك بالظبط return صفر. كمان لو ان عندك اف، لو الان بتاعتك بتساوي بواحد يبقى ساعتها القيمة بتاعته بكام؟ بالظبط بواحد. غير كده يبقى ايه بالظبط؟ القاعدة التانية او القانون فيبوناشي الان بتساوي تمام زي الفل. يبقى هنا هتقول له return recursion
n ناقص 1 زائد ريكيرجن n ناقص 2. طيب ده الريكيرجن. احنا اتفقنا اللي هيختلف دلوقتي الريكيرجن عن الدي بي ان الدي بي طالما هو الحاجه اتخزنت قبل كده فمهوش ليه لازم اللي هو يبدا ايه يستدعيها تاني. اه طالما هو جاوب على الحاجه يبقى مش لازم يستدعيها. طيب يبقى ده هنعملها ازاي؟ ايه رايك انت دلوقتي حليت الفرع بتاع الاتنين. طب ايه رايك خزنه في مكان او خزنه في داتا ستراكشر بحيث لو انت رحت للاتنين تاني اول حاجه هتسال نفسك سؤال: هل انا جاوبت عليها دي قبل كده ولا لا؟ لو جاوبت عليها يبقى ملهاش لازمه انك انت تطلع الفروع بتاعتها. طب لو ما جاوبتش عليها لا خلاص يبقى طلع ايه الفروع. طيب يبقى هنخزنها ازاي بالظبط؟ هنخزنها مثلا هنا برضو في فيكتور. هنا ادي الفيكتور. انت عاوز هنا تخزن ايه؟ عاوز تخزن ايه الارقام كلها بتاعت التري. يعني لو ان بخمسة يبقى انت ساعتها هتبدا تخزن كام واحد بالظبط؟ 6 علشان انت هتبدا ايه الفايبوناشي بتاعك بيبدا من كام؟ من صفر. طيب يبقى الفيكتور اوف الاند وادي الدي بي. تمام. السايز بتاعها هيبقى ايه بالظبط؟ فيكتور. يبقى ساعتها هيكون ايه؟ النمبر زائد واحد. محتاجين هنا بس في الاول ايه نعمل سي ان للنمبر زي الفل. طيب دلوقتي هنا انت حليته ريكيرجن. مش احنا اتفقنا قبل ما انت تروح للفروع التانية لازم تسأل نفسك سؤال؟ لازم تسأل نفسك سؤال بالظبط. يبقى انت هنا هتسأل نفسك سؤال: هل دلوقتي الفايبوناشي او دلوقتي هتسأل نفسك سؤال: هل انت دلوقتي حفظت القيمة بتاعت الدي بي دي قبل كده؟ يبقى انت في البداية محتاج انك انت تدي لها initial value بحيث انك انت تبقى عارف الانيشال فاليو ده بتاعك بكام علشان لو هو اخد قيمه يبقى ما هوش بالانيشال فاليو. يعني انت هتسال هنا سؤال: هل الانيشال فاليو لسه زي ما هو دي بي اوف الان؟ هل هو لسه زي ما هو؟ لو لسه زي ما هو يبقى ساعتها ايه بالظبط؟ يبقى ساعتها انت محتاج انك انت تعمل ايه؟ تعمل الدي بي. طب لو هو بقى مش زي ما هو اتغير فساعتها ايه؟ لا خلاص انت ما تطلعليش الفروع بتاعت ايه الريكيرجن. قول لي القيمه بتاعتها دي دايما ايه على طول بكام. يبقى هنا هتقول له return قيمة مين؟ الدي بي. دي بي اوف الايه؟ اوف الان الفرع اللي انت عاوزه. خلاص ما تستدعوهوش ايه تاني. تمام. ده الحل بتاع مين؟ الدي بي. طيب يبقى احنا دلوقتي ايه هو الدي بي؟ الدي بي هو بالظبط الريكيرجن بس بدل ما انت يكون عندك فروع متكررة. تمام. انت هتبدا تخزنها في داتا ستراكشر بحيث انك انت بدل ما تيجي تستدعي الفانكشنز تاني وتاخد منك تايم اكتر لا خلاص طالما هي انت حفظت القيمه بتاعتها خلاص مش لازم تاني انك انت تبدا ايه تستدعيها. طيب يبقى الدي بي طب بيحصل امتى؟ بيحصل اول حاجه يكون عندك الريكيرجن ده ادي التري بتاعتك دي. اكيد هيكون لازم يكون عندك امتى تكرار. حصل عندك التكرار في اكتر من فرع اتكرر. تمام. دي اول حاله. تاني حالة ان هو لازم انت تكون متأكد ان كل فرع في التري بتديك ايه بالظبط الاوبتيمال سوليوشن. تمام. وطالما دي بتديك الاوبتيمال سوليوشن ودي بتديك الاوبتيمال سوليوشن فاكيد هما الاثنين هيساهموا في مين؟ في الان اللي انت عاوز توصل لها. ادي الدي بي باختصار. طيب كده احنا هنستنبط من خلال القوانين اللي احنا نحل المسألة دي بي. زي ما احنا عرفنا علشان نحل مسألة الدي بي لازم عندنا يكون في تكرار. يبقى معنى كده مش أي مسألة احنا هنعرف نحلها ريكيرجن هنقدر نحلها ايه دي بي. زي ايه مثلا؟ طيب زي مسألة الفاكتوريال. لو أنا اديت لك مثلا عاوزك تحسب فاكتوريال رقم مثلا الخمسة فالتري بتاعته هتكون ايه؟ الخمسة هتبقى ضرب الأربعة ضرب التلاتة ضرب الاتنين ضرب الواحد. بس كده يبقى انت الخمسة علشان تحل الفاكتوريال الخمسة يبقى لازم تضرب ايه الكلام ده كله لحد ما توصل للواحد. طيب ادي التري بتاع مين؟ بتاع ايه؟ مسألة الفاكتوريال. هل المسألة دي هنعرف نحلها دي بي؟ اسأل نفسك سؤال: هل هنا في تكرار؟ هل هنا في فروع اتكررت علشان انت كده هتخزنها علشان تمنع التكرار؟ لا يبقى مفيش تكرار. يبقى معنى كده ايه؟ ان المسألة دي بتاعت الفاكتوريال عمرك ما هتحلها ايه دي بي. هو الدي بي عندك كام ابروتش؟ كام طريقة تحل بيها الدي بي؟ عندك حلين: لا اما تحلها انت ريكيرسيفلي زي ما احنا حليناها كده بالريكيرسيف بس احنا عملنا ايه خزنا بس حاجة تخزن لي الفروع دي بكام.
دي الحل ده بنسميه توب داون. او حل تاني انك انت تحله ايه، تحله اتريتيف. طب الحل الاتريتيف ده بنسميه ايه، بنسميه بوتوم اب، وهنحله ان شاء الله في الفيديو الجاي. بس كده. ولو هنا ماشي، لو هنا هنيجي نبدا نستدعي الفانكشن، انت هنا مش عليك انك انت تعمل حاجه غير انك انت ايه، ريكيرجن الان على طول. بس كده. هو بس كل اللي عليه اللي هو هيبدا يخزن الكلام ده كله في الدي بي، ومش هيبدا ايه يرجع له تاني. لو جينا هنا نبدا نرن، هنا لو دخلنا له مثلا الان ب5، عارفين احنا الانسر بتاعها هيكون بكام، هيكون ب5. اهو اديت له الان ب5، طلع له الانسر بكام، ب5. ولما الان كان ب6 الانسر كام، ب8. بالتوفيق.